لما بتنقل من لغات scripting languages زي جافا سكريبت أو بايثون للغات system programming languages زي سي أو راست، بيقابلك عالم جديد مليان مفاهيم كتير جديدة زي الستاك أو الهيب أو pointers أو system calls، locality، concurrency، parallelism وغيرهم كتير. كل فترة بشوف بوستات على ريدت أو تويتر وغيرهم لناس بتدور على مصادر أو نصايح لتعلم لغة معينة low level زي سي أو راست، وأفضل مرجع هو غالبا إنك تقرأ كتاب أو تاخد كورس، بس الكورس غالبا بيركز على اللغة نفسها، ما بيدخلش في تفاصيل وكونسبتس كتير تخص السيستم بروجرامينج أو الكمبيوتر نفسه بيشتغل إزاي. فبالنسبة لي الأفضل إنك تفهم المفاهيم اللو ليفل نفسها، الكمبيوتر نفسه بيشتغل إزاي، إيه اللي بيحصل تحت مستوى اللغة وصولا للأسمبلي لانجوج والزيروز أند وانز أو الماشين كود. سلسلة الفيديوهات اللي هعملها بداية من الفيديو ده مش هتكون عن لغة برمجة معينة، لا، احنا هنتكلم عن مفاهيم لو ليفل هتساعدك تفهم تصميم اللغة، ايه اللي بيحصل، الكمبيوتر بيشتغل ازاي، تعرف الكونسبتس اللو ليفل زي الميموري او الرام والسي بي يو، الكاش، الريجستري، البروسيس، البروجرام، ايه الفرق ما بين البروسيس والبروجرام، الستاك، الهيب، البوينترز، سيستم كولز، واللوكاليتي، والكونكرنسي، والباراليزم، الفرق بينهم دول، وحاجات تانية كتير زي كده، علشان يبقى عندك فاونديشن أو أساسات قوية تفهمك أو بفهمك ليها تقدر تتعامل مع أي لغة برمجة بشكل أفضل، لأنك فاهم السايكل نفسها والكمبيوتر نفسه بيتعامل إزاي مع اللغة، السي بي يو والميموري بيتعاملوا إزاي، تقدر تشوف الحاجة under the hood فتعرف إيه اللي بيحصل فعلا وتنقل من لغة للتانية، وما يبقاش أزمتك كلها في لغة معينة أو إنك تبقى بتعمل شوية variables وشوية loops وخلاص كده الموضوع خلص يعني. ازيكم يا جماعة، معكم حكيم. الفيديو ده بيشرح حاجة أساسية في لغات البرمجة خاصة السيستم بروجرامينج، وهي الفيكسد سايز تايبس. يمكن دي أول حاجة بتلاحظها لما بتنقل من بايثون أو جافا سكريبت لسي أو راست، هو إنك ما تقدرش تعمل declaration لأي variable من غير ما تحدد إيه التايب بالظبط بتاع الفاريبل ده. ما ينفعش في الجافا سكريبت تقول let a equals 25 أو في بايثون a equals 25، ده مش كفاية. حتى لو هتستخدم type annotations زي اللي بتشوفها في تايب سكريبت لما بتحط number هنا هو التايب في تايب سكريبت let a type of number equals 25، ده ما بيكونش كفاية. لما بتنقل على لغات system programming languages زي السي بتلاقي في أنواع كتير، التايبس كتير، ومش كفاية إنك تكتفي إنك تقول إن ده number، لا، محتاج تعرف النمبر ده إيه الرينج بتاعه بالظبط، يعني محتاج تكون دقيق أكتر، specific أكتر. مش كفاية إنك تقول إنه number، لا، محتاج تعرف الانتجر ده في كذا نوع من كل تايب زي النمبر، في أنواع كتير جوه النمبر، هل هو float، هل هو int، double، long، short، زي ما بتشوف هنا في السي. فدي أنواع من النمبر، مش مجرد نمبر بس. نفس الشيء الناحية التانية في راست مثلا U8 أو unsigned integer 8 bits 16 أو 32 أو 64، محتاج تكون specific أكتر بكتير من مجرد إنك بتقول إنه a equals 25 اللي هو ال a ده number بس ما نعرفش حجمه قد ايه برضو. فده ما بيكونش كفاية في لغات السيستم بروجرامينج زي السي، سي بلس بلس، راست وغيره. وفي كلمات بسيطة إلى حد ما in systems programming languages you have complete control over how much memory is used for representing data. بمعنى إن في لغات البرمجة الخاصة بالسيستم بروجرامينج زي السي زي راست بيبقى عندك تحكم كامل، محتاج رامة قد ايه، محتاج مساحة قد ايه في الميموري او في الرامة. الكلام هنا مش على الهارد خالص اللي هو ال HDD او ال SSD، الكلام مش على الهارد خالص، الكلام على الرامة والسي بي يو وغيرها. وفي معظم الفيديوهات دي هتلاقيني بتكلم كتير عن الرامة برضو، هدخلها في الكلام بقدر الامكان علشان يبقى عندك صورة افضل ان الرامة موجودة طول الوقت
مش مستخبيه بعيد، مش معمول لها abstraction فحد اللغه بتخبيها عنك. لا، لما بتتعامل بالسي او براست اللغه مش بتخبيها عنك، انت لازم تتعامل على طول مع الميموري وتحدد بنفسك، بيبقى عندك حريه كامله هنا، complete control، انك تحدد كل variable. مش كفايه انه يبقى number، مش كفايه انك تقول ان هو نوعه number، لا انت محتاج تحدد انت محتاج قد ايه بالظبط في الميموري للفاريبل ده. صح، لو الفاريبل ده age مثلا، عايز تخزن العمر بتاع الشخص او عمر الطالب من 16 سنه ل 20 سنه مثلا، هو ده الرينج بتاعك، فانت هنا مش محتاج مساحه ضخمه في الميموري. صح، محتاج مساحه صغيره جدا تشيل رقم نمبر موجب. صح، مش سالب او موجب، لا موجب بس. محتاج تقلل الرينج على قد ما تقدر، يعني تبقى سبيسيفيك على قد ما تقدر، تحدد بالظبط المساحه اللي انت عايزها. الرقم ده من خانتين، صح، هو من 16 ل 20، او لو عمر شخص بشكل عام ممكن يبقى من 5 مينيمم يمكن لحد 100 120 وبس. صح، فانت مش محتاج مساحه كبيره في الميموري، مش موضح للغه، مش موضح للكمبيوتر الفاريبل ده المفروض يحتاج يتخزن له او يتحجز له مساحه قد ايه في الميموري. فهو ده اللي مطلوب هنا في تعاملك مع السيستم بروجرامينج لانجويجز زي سي او روست، لان ما حدش عنده فكره، اللغه ما عندهاش فكره الفاريبل ده بيعبر عن ايه. صح، والكمبيوتر نفسه ما عندوش فكره، لان كل حاجه بالنسبه للكمبيوتر عباره عن زيروز اند وانز، مجرد اصفار ووحيد، فهو ما يعرفش ان الفاريبل ده بيعبر عن الايج، صح، او بيعبر عن اسم الشخص او رصيده في البنك. الكمبيوتر ما عندوش فكره، فانت اللي تعرف، فبالتالي انت بتحدد التايب. بس مش كفايه انك تحدد التايب ككاتيجوري كده اللي هو ده غالبا نص، ده رقم، لا ده واسع أو محتاج تضيقها شويه، محتاج تبقى سبيسيفيك اكتر شويتين ثلاثه، انك تحدد انه ده الرقم ومحتاج له كام بت بالظبط او كام بايت بالظبط، اللي هو U8 مثلا في راست، وموجب ولا سالب، صح، هيكون في كسور ولا لا، فلوت ولا رقم انتجر كامل، رقم صحيح بس، اعداد صحيحه بس. محتاج تفكر في الحاجات دي عشان تعمل حسابها، علشان تاخد المساحه اللي انت محتاجها في الميموري، لان اللغه مش هتخمنها، الكمبيوتر مش هيخمنها، فانت اللي بتحدد انت عايز مساحه قد ايه بالظبط في الميموري، وما تاخدش اكتر منها. صح، ما تسحمش الدنيا، ما تخليش، لان الرامه دلوقتي بقت 8 جيجا، بقت 16 جيجا، بقت كتير يعتبر، بس مازال لو ما خدتش بالك هيبقى في ميموري ليكس، هيبقى البرنامج بتاعك تقيل جدا، البرفورمانس هيبقى ضعيف، زي ما بتشوف دلوقتي المواقع معظمها بيسحب، جوجل كروم بيسحب كتير جدا من الرامه. صح، ففهمك للكونسبتس دي هتقدر تتعامل وتاخد المساحه اللي انت محتاجها لكل فاريبل بالظبط وبس، وتنظف بعدها كمان، بس يعني هنشوف ده بعدين. فده هيكون احسن بكتير للبرفورمانس، الاداء بتاع البرنامج بتاعك او الموقع بتاعك ايا كان انت بتبني ايه، وهيدي فرصه للكمبيوتر ان يبقى عنده مساحه في الميموري انه يستخدمها في برامج تانية، حاجات ما تخصكش. صح، فمحدش يحب انه يفتح برنامج ويلاقيه بيهنج منه، او الكمبيوتر كله يهنج بسبب البرنامج الوحيد ده. خلينا ناخد مثال. زي ما انت عارف في عالم الكمبيوتر كل حاجة عبارة عن اصفار ووحايد، صح كده؟ مجرد نمط من الاصفار والوحايد او مجموعة اصفار ووحايد مع بعض بيعبروا عن شيء. فالفكرة هنا هو انك بتعبر عن الداتا اللي عندك، زي عمر الشخص مثلا، حاجة انت اللي فاهمها، بتعبر عنها باستخدام نمط معين او مجموعة من الاصفار والوحايد. زي هنا المجموعة دي بتعبر عن مثلث، مربع، دايرة. كمثال، لو عايزين نعبر أو نمثل رقم مكون من 2 بيتس، هتلاقي إن في 4 احتمالات: 0 0 1 0 0 1 1 1. كل احتمال من دول بيعبر عن قيم 0 1 2 أو 3، بس ما نقدرش نعبر عن رقم 4 باستخدام 2 بيتس. هنحتاج هنا نقدم بت جديدة، يبقوا 3 بيتس علشان تعبر عن الرقم 4. وكده تقدر تعبر عن أكتر من 4، تقدر تعبر عن 5 و6 و7 و8.
محتاج اكتر، زود بت كمان يبقى 4 بيتس، تقدر تعبر عن 8 و9 لحد 15. ولاحظ انك بتضاعف الرينج او القيم اللي تقدر تعبر عنها مع كل بت اضافيه. بس ليه ده مهم؟ انت لما بتعمل رن لاي برنامج، كل الفاريبلز بتاعت البرنامج ده بتكون موجوده في مكان ما في الميموري، والميموري اللي هي الرام دي محدوده، مش ما لا نهايه، صح؟ الميموري محدوده، ممكن تبقى 2 جيجا، ممكن دلوقتي في 8 جيجا، 16 جيجا، بس في النهايه هي مساحتها محدوده. فالهدف من كل التايبس المختلفة دي زي U32 أو U8 هو إنك تقول للكومبايلر المساحة اللي أنت عايزها في الميموري قد إيه بالظبط. للتبسيط، الكمبيوتر ما بيتعاملش مع كل بيت بشكل منفصل 2 بيتس 3 بيتس، لا بيتعامل مع مجموعات من البيتس، كل مجموعة عبارة عن 8 بت اسمها بايت، فكل مجموعة تبقى بايت، 1 بايت equals 8 بيتس، اوكي، يبقى 1 بايت بتساوي 8 بت، والكمبيوتر بيتعامل مع المجموعات دي مع بعض كده على طول، وده بيمثل الحد الادنى من البيتس اللي تقدر تستخدمه زي U8 ده تايب. التايب U8 مش U5 او U7 او U3، ما ينفعش تستخدم 3 بيتس او 5 بيتس، لا لازم 8 على الاقل، 8 او 16، صح؟ مضاعفاتها، ما ينفعش تستخدم 13 بت، لا هي الوحده 8 بت، الوحده 1 بايت، فبتتحرك بالبايت. محتاج بايت واحده، محتاج 2 اللي هو 16 بت، محتاج 4 ل 32 بت، صح؟ محتاج 8 بايت اللي هي 64 بت. هي دي النطه بتاعتك بتكون بالبايت زي كده. انما ما ينفعش تستخدم رقم عشوائي من البيتس زي 3، لان هو بيحجز لك اوريدي البايت كلها. خلينا نشوف مثال على ليه السايز بتاع الفاريبل مهم. خلينا نقول ان في البرنامج بتاعك بتحاول تعبر عن عمر شخص، فبتقرر انك تستخدم U64 انتجر اللي بتاخد 8 بايت في الميموري. فدي تقدر تعبر عن العمر بتاعك، سواء انت عايز تعبر عن عمر الشخص، فتقدر تعبر عن عمر الشخص باستخدام ال 8 بايت دول اللي هي 64 بت. بس لو فاكر ان البايت الواحده فيها 8 بت، وال 8 بت تقدر تعبر عن رينج الارقام من 0 لحد 255. مفيش حد عمره هيبقى اكتر من 255 غالبا بيستخدم البرنامج بتاعك. مثلا خلينا نقول ان ده ابلكيشن وانت عايز تحتفظ بالايج او العمر بتاع الشخص، فعمر الشخص ممكن يبقى 20 50 100، بس مش هيبقى عمره 73,000 مثلا، صح؟ ده مش حاجه ممكنه يعني. فانت مش محتاج انك تسحب مساحه في الميموري تكون 64 بت او 8 بايت، صح؟ انت مش محتاج ال 8 بايتس دول، انت محتاج بايت واحده اللي هي 255، لان ده المينيمم، دي الوحده اللي بنتحرك بيها بالبايت. فالبايت الواحده دي او ال 8 بت دول يقدروا يعبروا الرينج بتاعهم من 0 لحد 255، هيغطوا لك اللي انت محتاجه كله. فمفروض تغير التايب بتاعك من 64، بدل ما تضيع المساحه الباقيه دي كلها تحجزها على الفاضي، لا خد U8، لانك مش هتستخدم 7 بايت من الثمانيه اللي انت حجزتهم. فبايت واحده بس هو ده كل اللي انت محتاجه، مش هتستخدمها كلها كمان. في لغات السكريبت لانجويجز زي تايب سكريبت ما بتهتمش بكل ده اصلا، بتحط نمبر كده وخلاص. لما بتعمل ديكلاريشن لاي فاريبل زي age equal 8 مفيش تايب اصلا، او بتحط تايب نمبر، فما بتكونش مسؤوليتك اصلا تحدد الفاريبل ده هياخد مساحه قد ايه في الميموري. الانتربريتر هو اللي بيكون مسؤول يحدد الفاريبل ده هياخد مساحه قد ايه في الميموري، مش انت. وبالتالي احتمال، وطبعا يعني مش احتمال، او اللي هو غالبا عاده دايما هتلاقي ان الانتربريتر بيحدد الميموري اللي الفاريبل بتاعك محتاجها اكتر بكتير من اللي الفاريبل بتاعك، من المساحه اللي الفاريبل بتاعك محتاجها فعلا. زي في حالتنا دي
الانتربريتر هنا بيدي لك 8 بايتس اللي هم 64 بت، وانت كل اللي انت محتاجه انك تعبر بس عن العمر بتاع الشخص، يعني 1 بايت او 8 بت بس، هو ده كل اللي انت محتاجه. واحده من دول 1 بايت او اللي هي 8 بت جنب بعض، هو ده كل اللي انت محتاجه. بس الانتربريتر اوريدي ادى لك حجز لك 8 بس. خليني اوضحها اكتر. احنا دلوقتي بنتكلم عن فاريبل واحد، صح؟ age equal 8، والانتربريتر او دلوقتي انت محجوز لك في الميموري اللي هي الرام 8 بايتس او 64 بت، بتستخدم 8 منهم والسبعه مش هتستخدمهم، فانت كانك بتشتري اكل زياده جدا وفي الاخر الاكل هيترمي على الفاضي. فالسبعه بايت ممكن تحسهم مش كتير، صح؟ لو انت عندك 8 جيجا رامه، 16 جيجا رامه يمكن، ف 8 جيجا بيبانوا كتير جدا، فالسبعه بايت دول هتحسهم ولا حاجه، مش مهم يعني ايه اللي هيحصل لما اضيع السبعه بايت دول وخلاص، مش هتفرق. بس ايه اللي هيحصل لو بتتعامل مع array؟ تخيل array في 100 عنصر، 100 variable، 100 variable صغير، 100 integer صغير، وكل واحد فيهم بتحجز له لوحده 64 بت او 8 بايتس. بتستخدم واحده، هي دي اللي ممكن تستخدمها، هي دي اللي محتمل تستخدمها، هي دي كل المساحه اللي انت ممكن تلعب جواها، بايت واحده، وبتضيع السبعه التانيين. فانت كده بص، بتضيع 7 لكل variable من دول. فلو عندك array كبير، كل ايتم في الاري بيستخدم 8 بايتس، بيستخدم واحده وبيضيع 7، فانت عمال تحجز كميات كبيره من الميموري وما بتستخدمهاش اصلا. كمثال في لغه راست، التايب تقدر تحدد بيه اذا كان الرقم نيجاتيف ولا لا. يعني في حالتنا دلوقتي العمر مش ممكن يبقى بالسالب، صح؟ ما فيش عمر سالب ب 17 سنه، ما فيش. فما فيش داعي انك تستخدم تايب في رينج للموجب والسالب، لا هتستخدم موجب بس، اللي هي اليو 8 unsigned number بالظبط. فانت في حالة راست تقدر تستخدم unsigned integer زي اللي تحت دي let age of type U8، التايب هنا unsigned integer 8. فلو القيمة اللي بتحطها للفاريبل ده طلعت بالسالب هيدي لك ايرور، صح؟ لأن أنت قلت إن التايب ده مش سالب، هيبقى موجب، والرينج بتاعه يكون من 0 لحد 255 اللي هي ال 8 بيتس أو 1 بايت. فلو جبت الفانكشن اللي فوق دي هتعمل لك ريتيرن السالب 1، الرقم السالب مش هيتقبل، هيطلع لك ايرور بالظبط. فالكومبايلر ببساطه بيرفض اي رقم للايج بالسالب، لان التايب اللي انت حددته بيساعدك مش بس في تحديد الميموري، المساحه اللي انت محتاجها في الميموري للفاريبل ده، ولكن كمان في تحديد التايب حرفيا. انه مش كفايه يكون نمبر، مش كفايه يكون مساحته جوه ال 8 بيتس او ال 1 بايت دي، لا وكمان مش سالب. في سيناريو تاني برضو ممكن تستفيد بيه من فكره التايبس دي، وهو انك لما بتبقى محتاج تستخدم انواع مختلفه من الارقام، زي 50 رقم صحيح و3.4 اللي هي قيمه الباي المختصره، ده كسر. في جافا سكريبت مثلا تقدر تعمل كود زي ده let value 1 equals 50 value 2 equals 3.14 والريزلت هتبقى مجموع الاثنين على بعض، وتقدر تعمل كونسول لوج او برنت يعني وتشوف النتيجه كام. بس ببسطك على الكود زي ما هو كده تقدر تعرف ايه النتيجه، يعني تقدر تعرف ايه اللي هيحصل هنا، لان دول مش نفس التايب. ال 3.4 ده كسر وال50 ده عدد صحيح، فالاثنين مش نفس التايب. بس في الجافا سكريبت انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل دلوقتي. هل هيتعامل مع الاثنين على انهم عدد صحيح، هيطنش ال 14 من 100 دول ويجمع ال 50 على 3 ب 53، ولا هيحول ال 50 لكسر تبقى 50.00 ويجمعهم على بعض 50.00 بلس 3.14 equals 53.14. فانت ما تعرفش بالنظر كده على الكود، ما تقدرش تعرف النتيجه هتطلع ايه، هتبقى عدد صحيح 53 ولا هتبقى floating point اللي هي 53 و 14 من 100. ما تقدرش تعرف بنظرتك على الكود كده، ما فيش اي تايبس قدامك. لو بتستخدم جافا سكريبت كتير فهتعرف النتيجه هنا ايه على طول، هتبقى عارف الى حد ما على حسب خبرتك باللي انت مريت بيه، وهتبقى عارف النتيجه هنا انه ال 50 هتتحول لفلوتنج بوينت، هتبقى 50.00 وبعديها عمليه الجمع هتتم، فالاثنين بقوا فلوتنج بوينتس، فالنتيجه هتبقى فلوتنج بوينت اللي هي 53 و14 من 100. بس المعلومه دي انت عرفتها بالخبره، شفتها في حاجه اونلاين، انما الكود نفسه مش بيقولها لك، الكود نفسه مش بيقول لك ان النتيجه هتطلع فلوتنج بوينت او انتجر، سواء انت ما تعرفش عدد صحيح ولا عدد كسري ايه اللي هيطلع، ما تعرفش، بتخمن، بتجرب الاول، بتحاول تفتكر بعد كده. في راست مثلا ما تقدرش تعمل حاجه زي دي. كمثال فانكشن مين عندك فاليو اولى بالتايب بتاع i32 والفاليو بتاعتها 50، نفس الشيء الناحيه الثانيه فاليو 1 فاليو 2 الريزلت، وبتبرنت الريزلت وات ايفر ده ايه. بس ده ما ينفعش يحصل في راست، صح؟ هتلاقيه بيدي لك ايرور.
فعلشان تتجنب النتائج الغير متوقعه، لانك هنا ما تعرفش الريزلت هتطلع ايه، عدد صحيح ولا عدد كسري، صح؟ هيتخلص من ال 14% دي ويتعامل معاهم كعدد صحيحه، ولا هيتعامل معاهم على انهم عدد كسريه؟ فانت ما تعرفش. فعشان تتخلص من الغموض ده انت محتاج كل حاجه تبقى معروفه، صح؟ بدقه، لحد ما محتاج تبقى دقيق على قد ما تقدر عشان يبقى في بريدكتابيلتي يعني. فالحل هنا هو انك تحول واحده للثانيه، صح؟ تحول فاليو من الاثنين دول للتايب بتاع الثانيه. في اللي فوق انت بتحول الفاليو الثانيه اللي هي 3.14% ل integer 32، وفي اللي تحت بتحول الفاليو الاولى اللي هي 50 لفلوت 64، صح؟ بتخلي ال 50 تبقى 50.00 بالظبط. وفي حاله اللي فوق النتيجه هتكون 53. ليه؟ لانك حولت ال 3.14% اللي هي فلوت 64، شايف التايب F64، حولتها الى اي 32، فما بقتش فلوت انيمور، بقت مجرد انتجر، بقت عدد صحيح. ف 3.14% لما تحولها لعدد صحيح بيتخلص من الكسر، ايا كان الكسر ده كامل اللي هو ال 14% هنا، وبيبقى 3 بس. فبقت 3، فهتجمع ال 50 على 3 بقت 53. انما تحت انت حولت الفاليو الاولانيه اللي هي الانتجر 32 الى فلوت، فما بقتش 50، لا بقت 50.00، وبالتالي بتجمع 50.00 زائد 3.14 هيطلع لك 53.14 لانه بقى فلوت دلوقتي. فانت عارف الريزلت هتكون فلوت. هو ده الفرق، انك عارف النتيجه هتكون كام بمجرد النظر على الكود، عارف الريزلت هتطلع التايب بتاعها بالظبط ايه. وده بياخدنا للنقطه اللي جايه في الفيديو ده، وهي البرفورمانس او الاداء في السكريبتنج لانجويجز زي جافا سكريبت او وات ايفر. اول ما الانتربريتر بيدي مساحه معينه في الميموري لفاريبل معين، لما الفاريبل ده بتحتاجه، لانك لما بتعمل اي فاريبل ده معناه انك هتحتاجه بعدين تحت في الكود، صح؟ بتعمل فاريبل فوق a equals كذا، وبعديها بتحتاج الاي بقى ده بعدين في حاجه ثانيه في الكود تحت، زي هنا c بتساوي الاي بلس b. فيا ترى الانتربريتر هنا بيعرف منين الاي بكام والبي بكام؟ لان خلي بالك في الكمبيوتر كل حاجه معبر عنها كبيتس، صح؟ شويه اصفار ووحيد، مجموعه من الاصفار والوحيد بتعبر لك عن القيمه بتاعتك. فلو بعدين في البرنامج بقيت محتاج انك تجمع الرقمين دول او الاثنين فاليو دول، المشكله هنا هو انك مفيش طريقه تعرف بيها اذا كان الاثنين فاليوز دول ارقام ولا كلمات ولا نوعهم ايه بالظبط، ايه التايب بتاعهم، ما تعرفش بالظبط، لانه مجرد a equals value b equals some value c equals ايا كان الفاليو بتاع ده مجموعه على الفاليو بتاع ده. بس هنا مش متحدد اي نوع، اي تايب للفاليوز دي ايه، ممكن تبقى كلمات، ممكن تبقى ارقام، ممكن تبقى كلمات وارقام، كلمه ورقم. فاحنا ما نعرفش البيتس دول بيعبروا عن ايه بالظبط، string number او حاجه تانية، ما نعرفش. في طرق كتير لحل المشكله دي، هو انك تحط زي اتاتش كده او تضيف معلومه لكل مساحه في الميموري مع كل فاريبل بتعبر عن التايب بتاع الفاريبل ده، ان هو يعني هنا في المثال ده مثلا ان هو انتجر، الاي انتجر، البي انتجر، وده بيبقى زي مجرد هنت كده، وبعديها الانتربريتر ده بيقدر يشوف الهنت علشان يعرف نوعهم ايه. فالانتربريتر بيحتاج يشوف الهنت ده اللي هو انتجر هنا علشان يعرف، هو محتاج يعرف هو هيعمل ايه بالظبط في عمليه الجمع هنا a بلس b على حسب التايبس بتاعتهم. فلو التايبس بتاعتهم زي في حالتنا هنا انتجر وانتجر مثلا، فمعناها هيعمل عمليه حسابيه، عمليه جمع، صح؟ في وحده ال ALU في حاله ان هم انتجرز، او لو هم كانوا strings فهيجمعهم على بعض كسترينجز برضه. بس كمان لو التايب سيستم بتاعك كويس، دايناميك تايب سيستم كويس شويه، هيقدر يديلك ايرور ات ران تايم والبرنامج شغال، هيديلك ايرور اول ما يجي عند اللاين ده c equals a plus b. ليه؟ لان الاثنين التايب بتاعهم مختلف، فهيلاقي هنا string وهنا 7 هيجمعوا مع بعض مش هينفع، فبيديلك ايرور. انما في لغات مش كويسه مش هتديلك حتى الايرور ده، يعني حتى الغلطه اللي زي دي مش هتعرفها، فمش هيديلك الايرور اصلا. وببساطه هيحول تايب من الاثنين دول على حسب اللغه، حسب ايه دلوقتي، وهيحول الانتجر لسترينج في المثال ده، وانت ما عندكش فكره انه عمل كده، صح؟ انت هتتفاجئ بالريزلت مع نفسك كده، مجرد مفاجاه، مفيش ايرور حتى تعرف ان في بج هنا فتصلحها، لا هو مجرد انك هتلاقي ماشي مع نفسه حتى لو التايبس مختلفه هيتباعوا على بعض وخلاص. فمش بس الفلوتنج بوينت والعدد الصحيح والعدد الكسري ما ينفعش يتجمعوا على بعض، لا ده هو بيجمع اي حاجه على بعض، حتى لو كانت سترينج ورقم هيجمعهم على بعض برضه، هيحول الرقم لسترينج ويجمع السترينجين على بعض. وده الوضع مع جافا سكريبت، والحقيقه ان ده موجود كتير وبيحصل كتير قوي في جافا سكريبت. وفي ناس بتقول لك ان دي باج، في ناس بتقول ان دي فيتشر، انا مش عارف ازاي، بس هو نوز، يمكن دي فيتشر، بس هي حاجه ريسكي محتاج تاخد بالك منها وانت شغال، لان مش هيدي لك ايرور، مش هيطلع لك ايرور اصلا. فحتى لو حصل خطا ان فاليو كان المفروض يبقى فيها نمبر وتحط فيها سترينج، وجماعه السترينج على النمبر، مش هيقول لك اي حاجه، هيعمل التحويله من النمبر للسترينج ويجمع السترينج ده على السترينج الثاني وعادي جدا ويكمل من غير ما يقول لك اي ايرور او يبقى فيه اي مشكله. الحركه دي بتحصل كتير، هتلاقي امثله زي هنا جايب لك امثله
انا بحاول اوصله لك هنا هو ان مفيش حاجه من الحاجات دي بتحصل زي السحر، صح؟ مفيش مجرد سحر كده بيجمع الحاجات دي على بعض، بيحاول السترنج الانتجر او الانتجر للسترنج لوحده كده فجاه. لا، التاج دي كل تاج من دول اللي هي الهنت، صح؟ الانفورميشن اللي بتعرف الانتربريتر في السكريبت لانجويج زي جافا سكريبت. الانتربريتر مش بس بيحجز مساحه في الميموري للفاريبل بتاعك، لا بياخد مساحه اضافيه كمان علشان يحط فيها التاج ده او الهنت، علشان يعرف هيعمل ايه مع الفاريبل ده بعد كده، يعرف ايه التايب بتاعه من غير ما انت تحدد التايب. اوكي. والمشكله الثانيه ان هو بيحط مساحه زياده، بيسحب مساحه في الميموري زياده. التاجز دي سترينج انتجر، انت ما حطيتش دول، صح؟ دول مش جزء من الفاريبل بتاعك، بس الانتربريتر بيضطر ان هو يحطهم علشان يقدر يتعامل مع الفاريبل. خلي بالك هنا ان انت ممكن تشوفهم هنا string وانتجر التاجز دي وتتخيل ان هم يعني مش حوار، صح؟ واخدين بايت واحده اللي هو 8 بت جنب بعض اللي هي بايت واحده، فبايت واحده مش مشكله، صح؟ بايت واحده لكل فاريبل مش حوار. بس لا، هو هنا بس عشان الصوره، انما في الواقع هتلاقي ان هي بتاخد بايتس مش بايت واحده. فانت كده عندك مشاكل اكتر، لانك مش بس ما عندكش سيطره على المساحه لكل فاريبل عندك. انت قلت ان الايدج بيساوي 20، بس ما عندكش فكره الانتربريتر هيحجز مساحه قد ايه في الميموري للفاريبل ايدج ده. فانت ما عندكش سيطره على المساحه في الميموري لكل فاريبل، بس انت كمان ما عندكش سيطره على التاجز اللي بتتخزن برضه في الميموري، فانت ما عندكش كنترول على دي او دي. وكمان يمكن المشكله الاهم من كل ده هو ان الطريقه دي بتحط اوفر هيد او بتزود اللود قوي على عمليات حسابيه، عمليات مانيبيوليشن للداتا، بتمانيبيوليت الداتا، بتجمع سترينجين او بتجمع رقمين على بعض وحاجات الى حد ما بسيطه. بس انت بتزود اوفرلود جامد قوي بالتاجز دي اللي هي الانتجر اللي هي سترينج، الحاجات اللي الانتربريتر بيحطها. والحاجات دي مش بتتحط كده بسهوله، لا الانتربريتر بيحتاج انه يعمل لها initialization، بيحتاج انه يتعمل لها read، بتحتاج وقت انه يتعمل لها comparison، بتحتاج وقت انه يتعمل لها write. الكلام ده بيحصل في الران تايم، فكل البروسيس دي بتاخد سي بي يو تايم. البروسيسور بيبقى شغال على كل الحاجات دي اللي هي مش الكود بتاعك، صح؟ بيبقى بيعمل اكسكيوشن للكود الخاص بالانتربريتر مش الكود اللي انت كتبته. فدي مشكله ان السي بي يو بيضيع وقت في خطوات كتير زي كده في حاجه تخص الانتربريتر نفسه، زي التاجز دي ان هو يعمل لها initialization، يعمل لها read، يعمل لها comparison whatever. كل البروسيسز دي بتتم على حاجه انت اصلا ما كتبتهاش، فده وقت بيضيع. وكل ده مش وقت بيضيع وانت بتكتب الكود وانت بتعمل بيلد مثلا للابلكيشن بتاعك، لا ده الكلام ده بيضيع في الران تايم، يعني واليوزر بيستخدم البرنامج وهو بيعمل له ران، كل ده بيتم مع كل عمليه. فده وقت كتير بيضيع على حاجه مش في الكود عندك اصلا. انما الناحيه الثانيه في لغات ثانيه زي سي او راست، لما انت نفسك اللي بتضطر تحط حاجه واضحه جامد زي التايبس، تقول التايب بالظبط ايه بتاع كل فاريبل، الكومبايلر ببساطه بياخد المعلومات دي اللي انت اديتها له، هو ما بيحطش دايناميكلي، بيحط تاجز اضافيه بتاخد بايتس في الميموري. لا انت بتقول له الفاريبل ده نوعه ايه بالظبط ومحتاج مساحه قد ايه في الميموري علشانه بالظبط. فبيستخدم المعلومات دي علشان يطلع ماشين كود efficient جدا او كفاءته عاليه جدا. كمثال في الحاله دي الكومبايلر هنا عارف ان الاي والبي دول نوعهم unsigned integer، صح؟ يعني integer موجب مش سالب، وعارف ان مساحتهم في الميموري انت بتقول له انا عايز لكل فاريبل دول مساحه 32 بت، صح؟ اللي هي 4 بايت. فالكومبايلر ببساطه يقدر يطلع ماشين كود efficient او كفاءته عاليه جدا، يقدر بسرعه يعمل فيتش للفاليو الاثنين فاليو اللي هي 7 و14، يقدر يعمل عمليه الاديشن 7 و14 21، ويقدر يعمل ستور للريزلت دي في مكان تاني في الميموري، وهو كده خلص الموضوع. خلاص مفيش تاجز، مفيش بايتس اضافيه في الميموري يحصل لها initialization وريد وكومباريسون والسي بي يو تايم يضيع كل ده علشان الانتربريتر بيعمل حاجات كتير مالهاش علاقه بالكود بتاعك. لا في حالتنا هنا اللي انت كتبته هو اللي بيتنفذ، الكومبايلر بياخد المعلومات اللي انت كتبتها، بيطلع ماشين كود دايركت efficient سريع، شاف التايبس، شاف المساحات، عمل لهم فيتش، قراهم، جمعهم، خزنهم في الميموري، والمثال خلص. فهنا compiled let's c equals a plus b، والناحية الثانية interpreted let's c equals a plus b. الانتربريتر محتاج يعمل ستيبس كتير زي ما قلنا at run time، أثناء ما البرنامج بيرن الانتربريتر محتاج يعمل ستيبس كتير، بتسحب سي بي يو كتير، فبتخلي الوقت بيضيع أكتر علشان تعمل نفس الحاجة. وتقدر تشوف هنا في الفرق ما بين الكود ده والكود ده كتير شوية، وده الفرق ما بين الاثنين دول. والفرق ما بين الاثنين ابروتش هنا الطريقتين دول هو حتة المعلومة اللي انت حطيتها
at compile time وانت بتكتب الكود هنا ما حطيتهاش في حاله الانتربريتد. انت ما حطيتش ان الاي التايب بتاعه حاجه معينه وهياخد مساحه معينه في الميموري، انت ما قلتش المعلومات دي، فالانتربريتر بيضطر يخمنها مع نفسه ويستخدم تاجز علشان يعلم التايب مع نفسه. في حاله الفاريبل بي نفس الموضوع، فبيضطر ان الانتربريتر يعمل كل الستبس دي اللي بتضيع وقت وبتضيع مساحه كبيره في الميموري. انما الناحيه الثانيه في حاله انك قلت الاي التايب بتاعه U32 او unsigned integer، ده انتجر موجب مساحه 32 بت في الميموري، والبي نفس الموضوع، اجمعهم لي وخزن لي الناتج في السي. انت قلت كل حاجه اوريدي في الكود، فالكومبايلر يقدر يطلع ماشين كود افيشنت جدا يعمل اللي انت قلت عليه. السي بي يو سريع جدا، مفيش وقت ضايع في حاجات تانية انت ما كتبتهاش، مفيش سحر بيحصل ورا اللي انت كتبته، هو اللي انت كتبته هو اللي بيتم. وده سبب من الاسباب الاساسيه للغات الستاتيكلي تايب اسرع بكتير، زي اللي انت شايفه فوق ده، راست، سي بلس بلس، سي ستاتيكلي تايب اسرع بكتير من اللغات زي الدايناميكلي تايب لانجويجز زي البايثون والجافا سكريبت. حتى اللغات اللي مش سيستم بروجرامينج لانجويجز تحديدا زي جافا، سويفت، جو، هتلاقيهم اسرع برضو من بايثون او جافا سكريبت. هو ده الموضوع. ودلوقتي انت عارف ليه السايز بتاع الفاريبل بتاعك مهم. محتاج تحدد التايب علشان الاوبريشن اللي هتتم عليه هتتم بناء على التايب بتاعه، ومحتاج تحدد السايز علشان تاخد المساحه اللي انت محتاجها في الميموري، وما تسيبش الانتربريتر يدي لك مساحه ضخمه جدا في الميموري انت مش محتاجها، خاصه لو عندك داتا ست كبيره او اري فيه 1000 عنصر. فتخيل كل عنصر بيضيع 7 بايتس، فده 7000 بايت في الاري ده لوحده، فدي مساحه في الميموري بتضيع من غير ما تستخدمها. والسي بي يو تايم اللي بيضيع بسبب التاجز لانك ما قلتش التايب بتاع الفاريبل، فالانتربريتر بيضطر ان هو يخمنه مع نفسه. خلينا ناخد مثال اخير قبل ما نختم الفيديو. في المثال ده احنا عندنا الاي دي والايج الاثنين ستاتيكلي تايب، الاثنين انت حاطط التايب بتاعهم، قايل له بالظبط ده ايه، ده unsigned integer معناها انتجر موجب، والمساحه 8 بت اللي هي 1 بايت. بس ده برضو معناه ان البريميتيف فاليوز اللي هي اليو 8 هنا مثلا، بما انك عارفها ات كومبايل تايم، يعني انت كاتبها في الكود بتاعك في عمليه الكومبايليشن، التايبس معروفه والمساحات اللي محتاجها في الميموري لكل فاريبل معروفه. لما بتعمل تايب كومبلكس شويه زي ستراكت او كلاس بيكون برضه معروف. فمش بس البريميتيف تايبس اللي هو مجرد فاريبلز، لا لو كمان عملت كلاسز او ستراكتس هنا برضه هتكون المساحه بتاعتهم معروفه، التايب بتاعهم معروف، كل حاجه معروفه. فالستودنت في الحاله دي الاي دي U8، الايج U8، فعندي struct student، فالستودنت نفسه بقى المجموع بتاع التايبس اللي جواه اللي هي U16 يعتبر واخد 2 بايت. فكل حاجه انت شفتها في الفيديو هنا مش بس بتطبق على اليو 8 واليو 16 والكلام ده او البريميتيف تايبس يعني، لا بتطبق كمان على الكاستم تايبس. اي تايب هتعمله زي struct student هنا برضه هيطبق عليه نفس الكلام. لو دايناميك الانتربريتر مع نفسه هيخمن نوعه ايه، مساحته قد ايه في الميموري يعني. انما statically تايب زي في حالتنا هنا الكومبايلر عارف بالظبط المساحه بتاعت الستودنت اللي هو حاجه كاستم انت اللي عاملها، هو عارف بالظبط مساحته قد ايه، يخزن له مساحه قد ايه في الميموري، عارف بالظبط التايبس اللي جواه، عارف كل حاجه. بس خلينا نزود حته هنا، انك مش دايما محتاج فيكسد سايز تايبس، مش دايما محتاج السايز بتاع التايب بتاعك يكون فيكس او ثابت. كمثال مثلا خلينا نتخيل ان انت عندك الستودنت هنا الستراكت ستودنت، بس عندك ستراكت الناحيه الثانيه للكلاس روم. كل ستودنت له اي دي وايج، بس الكلاس روم جواه ستودنت، اوكي، في الاي دي طبعا وجواه array of students. ففي حالتنا هنا let class room اخر سطر تحت let class room equals class room الاي دي 5 والستودنتس هيبقوا array من student 1 و student 2. هنا هيدي لك ايرور، في مشكله هنا. الكومبايلر هيقول لك في مشكله ليه؟ لانه لو قريت اللي بالاحمر هنا تلاقي it doesn't have a size known at compile time. هو محتاج يعرف السايز بتاع الاري هنا قد ايه بالظبط. ما ينفعش تقول student 1 student 2 ما يعرفش هتكمل في student 3 و4 ولا هم اثنين بس. لا عرفني انت عايز كام بالظبط في الاري ده، عرفني السايز بتاع الاري بالظبط كام علشان اقدر احسب المساحه كلها بتاعت الستودنت جوه الكلاس روم ستراكت فوق. فالحل هنا تحدد السايز بتاع الاري بتاعك قد ايه، صح؟ فهتلاقي الستراكت كلاس روم في الاي دي بيو 16 اللي هو unsigned integer، السايز بتاعه 16 بيتس او 2 بايت، وستودنتس اري اللينث بتاع الاري هيكون 2 وبس. بس المشكله هنا هو انك كل مره بتعمل انيشاليزيشن للفاريبل ده لازم تديله 2 ستودنت وبس او 2 ايتم في الاري ده وبس، ما ينفعش واحد، ما ينفعش 3. فخلونا نتخيل انه عندنا ستودنت ثالث وجينا نضيفه على الاري هنا، هنلاقي انه في ايرور. الكومبايلر برضه هيقول لك في مشكله، انت حددت لي ان الاري هيكون فيه 2 ايتمز بس انما دلوقتي فيه 3 ايتم، فدي مشكله. في الحاله دي بتتساءل بتقول طب افرض انا مش عارف الاري هيبقى قد ايه لسه، صح؟ What if you don't know the size of this array؟ او ممكن تكون بتقول
انا مش بس مش عارف السايز بتاعه ايه دلوقتي وانا بكتب الكود او at compile time وانا بعمل compilation للكود، بحول الكود من كود للماشين كود. لا ده انا مش بس مش عارف دلوقتي السايز بتاعه قد ايه، لا ده انا اصلا عايزه يبقى دايناميك، انا عايزه يتحرك at run time والبرنامج بيتعمل له run at run time والبرنامج بيتم استخدامه. انا عايزه يزيد ويقل زي ما يزيد ويقل، يمكن يشيل ستودنت واحد الاري ده او يمكن يشيل 10 ستودنت، صح؟ انا ما اعرفش، فعايز يكون دايناميك. فالحل في الحاله دي هيكون انك تستخدم مساحه معينه في الميموري تكون سبيشال شويه، يحصل لها جرو شرينك، تقدر تكبرها وتصغرها على حسب احتياجك، على حسب عدد الايتمز جوه الاري ده، فالسايز بتاع الاري يكبر ويصغر دايناميكلي، صح؟ هو ده اللي انت عايزه، هو ده اللي تقدر تعمله. وعلشان تقدر تعمل الحركه دي هتحتاج ما تحطش الاري بالظبط هو اللي في الستودنت في الاستراكت بتاعك على الشمال هنا، لا هتحط الريفرنس بتاع المنطقه الدايناميك دي. فالستودنت هنا هيبقى مجرد ريفرنس، صح؟ بيريفرنس في الميموري، ولما تروح للريفرنس ده في الميموري هتلاقيه عباره عن ريفرنس، هو كمان بيريفرنس ايه يا ترى؟ بيريفرنس المنطقه الدايناميك اللي تحت دي، اللي هي بتعبر عن المساحه الحقيقيه للاري بس مش ثابته، لا دايناميك، بتزيد وتقل، بتاخد لك بايت جديده لكل ستودنت او 2 بايت في الحاله دي علشان الاي دي بايت والايدج بايت، ف2 بايتس لكل ستودنت الزياده بتضيفه، فبيحصل جرو. ولو شلته ات ران تايم والبرنامج شغال فبيحصل شرينك او المساحه بتقل تاني دايناميك. وطبعا شويه معلومات كمان عشان الاستراكت بتاع كلاس روم. في حاله الستودنت طبعا انت عارف ان الستودنت ده كاستم تايب بس ما فيهوش غير اي دي وايج، والاثنين عباره عن 1 بايت و1 بايت، صح؟ يو 8 اللي هي 8 بت اللي هي 1 بايت في منطقه الاري اللي تحت هنا اللي هي في حالتنا دلوقتي هتبقى دايناميك، وده استثناء لانك ما تعرفش السايز بتاعه قد ايه. ففي حالتنا هنا يبقى في شويه المعلومات دول، ده الستودنت 1 الاي دي والايدج بتوعه، والكلاس روم فوق في الاي دي بواحد، كلاس روم اول كلاس روم مثلا، والسايز هيكون السايز بتاع الكلاس روم دلوقتي في كام طالب. طبعا بما ان الطلاب بيتغيروا لانك الاري خليته دلوقتي دايناميك، فما نعرفش فيه ستودنت واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، فمحتاجين نعمل زي ريفرنس او محتاجين نتابع نعمل تراك للفاليو دي، فالسايز هيبقى موجود برضه، ومحتاجين نعرف الاري ده اللي بيزيد ويقل بيجرو ويشرينك فين اصلا، فهنعمل بوينتر او ريفرنس للاري ده هنا. اوكي، والسبب في الليميتيشن ده في راس ممكن نبقى نشوفه بعدين. وبكده ست مع الوقت في الفيديوهات اللي جايه الموضوع هيبقى احسن شويتين ثلاثه، كل فيديو الموضوع هيبقى احسن شويه، لانك الاول لو انت شغال بجافا سكريبت مثلا او بايثون ما كنتش بتفكر خالص في الميموري، انما دلوقتي هتحتاج تاخد دي في الاعتبار وانت بتتحرك وانت بتكتب فاريبل، محتاج تفكر الفاريبل ده التايب بتاعه ايه، هل هو string، هل هو integer، هل هو float نمبر يعني عدد صحيح ولا عدد كسر، في علامه عشريه يعني ولا لا. ومحتاج تفكر في الميموري ريجن، المنطقه اللي في الميموري اللي انت خدتها دي محتاج تفكر فيها، هل هي ستاتيك، هل هي دايناميك، هل هي كتيره صغيره، هل انت فعلا محتاج 8 بايت علشان الفاريبل بتاعك ولا بايت واحده كفايه، لو بايت واحده كفايه خد بايت واحده. هنتكلم في دول ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، ودول ببساطه هيكونوا الستاك والهيب، هعمل فيديوز عنهم يعني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. شكرا على المشاهده، لو الفيديو مفيد، لو شايف الفيديو ممكن يفيد حد تاني ابعته له، اعمل شير. غالبا مش هتشوف اصلا اي حاجه تانية من القناه الا لو عملت اشتراك، فاعمل اشتراك، اعمل الجرس، اعمل لايك، اكتب لي في الكومنتات تحت اسئله، اي فيدباك، الصوت كويس ولا لا، الصوت عالي واطي واضح، الفيديو نفسه السكرين الدنيا واضحه ولا لا، رايك في الموضوع عامل ازاي. عرفني برضو في تفاصيل، لو في حاجه غلط برضو انا قلتها يا ريت تقول لي، لو في اي نقطه في اللي انا اتكلمت فيه مش واضحه كفايه فيا ريت في التعليقات تعرفني، علشان برضو تعرف الناس اللي شافت الفيديو ان النقطه دي محتاجه توضيح. قولوا لي رايكم في التعليقات، ابعتوا لي على اي حاجه على السوشيال ميديا، هحط اللينكات في الوصف تحت. نشوفكم في الفيديو الجاي نتكلم عن الستاك. سلام.